النهارده بقى يا حبايب قلبي انا جايه لكم بحاجه جميله جدا جدا جدا. الفطير الفلاحي القمر ده المورق، معمول بالزبده البلدي الفلاحي قمر، وكان طعمه حكايه. كنا محتارين اصلا هنتغدى ايه، ما كانش قدامنا الا فطير. وبعدين ده حاجه سهله جدا، انت بتجيبي شويه دقيق مع شويه ميه فتره مع ملح وسكر وخميره، وبتتعمل في ساعتها. يعني حاجه سهله في بيتك، ومقدره طبعا هتبقى موجوده في بيتك، اكيد الدقيق موجود في بيتك والسمنه والسكر والملح. ممكن تجيبي كيس الخميره من بره او الدقيق من بره على حسب موجود او مش موجود. هنا طبعا كنا احنا بنقرص الفطير طبعا، لان العجينه ما جبتهاش. العجينه طبعا كيلو ونص دقيق، تحطي كيس خميره وشويه سكر وشويه ملح، وتعجني بميه فتره، وهيطلع معاكي مورق وجميل وهيبقى حلو وهيعجبك. جربي الطريقه ومش هتندمي، اقسم بالله كان جميل جدا. هنا طبعا كنا احنا بنحاول ان احنا نخليه ياخد ويدي مع الزبده البلدي. ايوه الزبده. هنا في الصينيه كنا احنا حاطين في الصينيه، ولازم تخلي ان هو كله يتغرق زبدة كده، ما ينفعش ان انت تسيبي حتة ما يكونش فيها زبدة. فهنا طبعا الكيلو ونص عمل 6 فطيرات. شوفوا هنا بنقلب في الزبدة كده علشان ياخد ويدي فيها. بصراحة بالزبدة البلدي كان طعمها جميل جدا وكانت حلوة. سيبكم السمنة ومن الزيت، اقسم بالله طعمه حكاية بالزبدة، ولا بتعب ولا بتعب معدة ولا قولون ولا كلام من ده، مفيش الكلام ده طبعا. الزبدة حلوة ونضيفة يعني ماهيش وحشة. هنا كان فات حتة عجينة قمنا عاملينها في واحدة من التقرصة كانت صغيرة، فقمنا مكملينها بقى. هنا كنا بنشوف الكيلو ونص عمل كام فطيرة، هيعمل 6 فطيرات، بس هتبقى فطيرات مورقة، يعني فطيرة جوه فطيرة كده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ هنا طبعا هنا دي الزبدة، كنا احنا بنسيح حتة زبدة كده، دي زبدة فلاحة حلوة هتعجبكم جدا. هنا كنت انا بقلبها لكم، كانت جميلة قوي وكان ريحتها حلوة. انا كنت اصلا اول مرة ادوق الفطير بالزبدة، بس طلع جميل. هنا جبنا شنطة نضيفة كده وتكون فاتحة ما تكونش غامقة، وضغطت العجينة عشان ما تبص. وهنا طبعا دي كانت المفاجأة واللحظة الحاسمة، عملناه على البوتاجاز، ما عملناهوش في الفرن. في صواني عندك كده تعملها على البوتاجاز، والله العظيم كان طعمه جميل. وعلى فكرة على البوتاجاز بيفرق كتير عن الفرن بكتير. هنا بيفرق كتير، يعني انت اما بتعمله في الفرن بيبقى ناشف وما بيبقاش حلو، ما بيبقاش طري. انما على البوتاجاز ما شاء الله بيبقى طري، بيبقى مورق وجميل يعني يعجبك. هنا طبعا كان بيتنفخ كده وهو على البوتاجاز، فهنا كنا بنشوف هو اتعمل ولا لا طبعا. بس انت طبعا لازم تغرقي طبعا الصينيه زبده زي ما انتوا شايفين، علشان هو الفطير طبعا ما بيتعملش الا كده يا جماعه، ان كان بسمنه او بزبده ما بيتعملش الا كده. هنا طبعا كنا بنشوف هو اتعمل يعني من تحت ولا لا، بس انا لسه، علشان التانية كانت اتلهفت شوية، بس الحمد لله هو طلع حلو وما شاء الله كان جميل. هنا طبعا دي كانت هو بيتنفخ كده يعني وعلى البوتاجاز، شوفوا مورق ازاي، والله العظيم كان حلو. هنا كان جميل. اللي معانا لحد هنا يا حبايب قلبي متنسوش يحط لايك، يشترك في القناه، يفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تعجبكم. هنا طبعا كنت انا بوريكم الفطير واحنا بنقلبها، شوفوا جميله اقسم بالله جميل. وكانت الفطيره صفرة كده وحلوه كانك جايباه من بره. انا بيتهيألي لو احنا جايبينه من بره مش هيبقى حلو كده، والله لو احنا جايبينه من بره مش هيبقى حلو كده. على الاقل انت ضامنه ان هو نضيف، وضامنه ان انت عاملاه في بيتك وعاملاه بنظافه وكده. الله اعلم بره بيبقى عامل ازاي، بس هو كده احسن والله. هنا طبعا الصينيه كانت سخنه، شلنا الفطير منها ونزلنا برضو فطيره تانية، بس كنا بنبططها زي ما انتوا شايفين. فبس طبعا كنا يعني لو اي حد هيجرب الطريقه تخلوا بالكم، لان الصينيه بتبقى سخنه جدا، ممكن حد يتحرق او كده. تخلوا بالكم وانتوا بتفردوا العجينه في الصينيه. بس بجد كان طعمها جميل وكانت خرافه ما شاء الله عليه.
هنا طبعا هنحطه على البوتاجاز برضو. ايه رأيكم بقى؟ شوفوا الفطيرة صفرة وجميلة ازاي، تحفة اقسم بالله جميلة. شوفوا عاملة ازاي، والله العظيم حلوة قوي بجد تحفة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ كنا طلعنا الفطيرة التانية. هنا حبيت اوريكم يعني كل الخطوات اللي عملناها بجد كانت حلوة، وكل فطيرة عملناها حبيت ان انا اوريها لكم كده علشان تشوفوها. وعلى البوتاجاز جميلة جدا وحلوة. هنا كنا بنقلبها طبعا اهي. المهم ان انت تخلي بالك منه علشان ما يتلهفش منك. يعني لو انت هتعمليها على البوتاجاز، هو بصراحة نصيحة اعمليها على البوتاجاز لان بيبقى طري وجميل عن الفرن بكتير. حتى في الفرن الغاز ما بيبقاش طري كده، فهو على البوتاجاز بيبقى طري وحلو. بس تخلي بالك منه لا يتلهف منك وكده، فلازم تخلي بالك. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة والشياكة دي؟ 1.5 كيلو عمل 6 فطيرات بجد تستاهل بقكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب طريقة الفطير تعجبكم. ما تنسوش تجربوا الطريقة تعجبكم جدا 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 ومش هتندموا عليها صدقوني. ما تنسوش اللايك. باي.